اللي ينقص أرنولد مع منتخبنا هي الجمل التكتيكية بين خط الهجوم والوسط، وأيضا الاهتمام بالجزئيات. شفنا بمباراة الأردن تقريبا 10 ركنيات ويمكن 10 عرضيات، ما شفنا ركنية واحدة انه اللاعبين متدربين عليها قبل المباراة. هذا يعني الشيء يعتبر من الجزئيات المهمة اللي لازم المدرب يهتم بها. مع استراليا هو بصراحة كان مهتم بهذه التفصيلة، والعرضيات مالته أقوى من الركنيات. وأيضا الجمل التكتيكية شفنا ضغط عالي 45 دقيقة بالشوط الثاني، بس ماكو أي جملة تكتيكية بين لاعبين الوسط وحتى الأظهرة والهجوم، ماكو كونكت بيناتهم. بس بصراحة للأمانة هو عنده لمسة، شخصيته قوية، مؤثر على المنتخب العراقي. بالعموم نشوف الثبات الانفعالي عند المنتخب العراقي من أروع ما يكون، من حارس المرمى لحد ما توصل الكرة للهجوم. ولكن الفينيشنج والجمل التكتيكية والجزئيات اللي من ضمنها العرضيات والركنيات ما مهتم بيها، وما شفنا أي لمسة بهذه الأمور اللي ذكرتها.